مسا مسا يا افلامجيه، ازيكم عاملين ايه؟ وسنه سعيده عليكم وكل سنه وانتم طيبين. جايب لكم النهارده ريفيو فيلم من الافلام الحلوه جدا اللي هتنبسط بيها لو انت خارج مع اصحابك او عيلتك وحابب تسلي نفسك كده، وهو فيلم الاسكندراني. وده اول بطوله مطلقه للفنان احمد العوضي اللي انا بحبه جدا بصراحه على المستوى الشخصي او على المستوى الفني. تعالوا نتكلم عن ايجابيات الفيلم وسلبيات الفيلم في السريع كده من غير ما نقعد نهري كتير ونضيع من وقت بعض. يلا بينا. اتكلم في اول حاجه اللي هي التصوير، وانا طبعا ما عنديش خلاف ان المخرج خالد يوسف هو من اكتر المخرجين اللي بيعرفوا يصطادوا الكادرات الصح، وده شفناه في المسلسل الاخير بتاعه في رمضان. وبرضه هنلاحظه برضه في الفيلم واحنا بنتفرج ان الكادرات كويسه جدا ومتنقيه بمعنى صح. نخش في الحاجة التانية وهي الموسيقى والأغاني. وبصراحة الموسيقى عجبتني جدا لأن الموسيقى أغلبها في الفيلم هادية وبتخدم على المشهد جدا. والأغاني ما عنديش خلاف بصراحة إن عبد الباسط أو عصام كاريكا عملوا جو كده أو حالة أو مود جوه الفيلم، والجو ده كان عاجبني بصراحة وجه معايا. تالت حاجة في الإيجابيات وهي الأداء، وهنتكلم عن أداء الممثلين. أنا بالنسبة لي أحمد العوضي ما فرقش كتير عن شخصية جابر أبو جديد اللي عملها في رمضان اللي فات في مسلسل ضرب نار، أو في شخصية الخديوي في مسلسل اللي ملوش كبير، ولكن يحسب له ان ديت اول بطولة مطلقة يعملها، وده اول فيلم هو يشيله لوحده. ولكن خلينا برضو نتكلم في حاجة مميزة ليه، ان هو دخل الام ام اي او الفنون القتالية في الافلام، ودي حاجة تحسب له بصراحة لان هو الراجل ده يعتبر من 2018 او من 2019 هو بينزل فيديوهات تريننج وهو بيتمرن على الحركات ديت، ودي حاجة احنا مفتقدينها بصراحة في الافلام المصرية عندنا. ففي الاخر هو احمد العوضي هو احمد العوضي، ولكن مع التطورات الجسدية طبعا تفرق، والمهارات اللي هو طالع بيعملها في الفيلم، فدي حاجة جديدة بصراحة عليا. وانا بصراحة بحب الافلام اللي من نوعية القتال والحاجات دي، والا ما كناش مثلا كلنا حبينا وتعلقنا بشخصية واحد زي بويكا مثلا. اتكلم على الفنانة زينة، وهي بصراحة يعني هي زينة هي زينة هي زينة هي زينة، مفيش اي كلام، مفيش اي جديد. ولكن دورها مقبول شوية وقريب من دور جعفر العمدة، مش وحش ومش اللي هو السوبر المفاجئ، ولكن هو الاداء فقشطه تيكت ايزي. وبرضه عصام السقا او نعيم اللي احنا عرفناه في جعفر العمدة الجدع، هو برضه الجدع هنا اللي بيقف جنب صاحبه اللي بيعيش معاه في الحلوة في المرة، وبنفس الاداء يعتبر، ولكن ظهر شوية في مشاهد الاكشن. ولكن خلينا نتفق ان ممكن لما تتفرج تلاقي ان الورق ما خدمش عليه كويس، ودي حاجة من السلبيات اللي هنجيلها بس في اخر الحلقة. نخش بعد كده على احسن ثلاثة انا شفتهم من وجهة نظري في الفيلم، وهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وحسين فهمي. وبصراحة التلاتة كانوا عاملين أداء عظمة جدا لا خلاف عليهم بصراحة. وخاصة بيومي فؤاد، الراجل عامل دور اسكندراني بحت، بس يا ريت نخف من قولة ايوه، يعني احنا عرفنا ان انت اسكندراني عم بيومي والله، بس خلاص قشطة ماشي اسكندريه ماشي. وبرضه ما ننساش الفنان الكبير صلاح عبد الله، ولكن للاسف هو طلع ضيف شرف مجرد مشهدين ثلاثه طبعا لا خلاف عليه. نيجي بعد كده للسلبيات بتاعه الفيلم، وهم حاجتين اتنين انا مش شايفهم من العيوب القاتله. ولكن اول حاجه الفيلم كان مكتوب بشكل سيء جدا. القصه دي اتهرست مليون مره. انا من اول نص ساعه وانا بتفرج على الفيلم استنتجت النهاية بتاعت الفيلم، واستنتجت القصة والأحداث هتدور ازاي. الفيلم على مستوى الكتابة بصراحة من أكتر الحاجات اللي ضايقتني جدا، وأنا مش بتضايق في الأفلام المصرية قد فكرة الكتابة دي، لأن أنت بتضيع مجهود وتعب على الفاضي. زي ما اتكلمنا في الريفيو بتاع فيلم تاج، واتكلمنا إن في مجهود حصل وفي نوع جديد دخل السينما والحاجات دي، ولكن برضو الكتابة بوظت الدنيا. نفس الكلام ده هينطبق على فيلم الاسكندراني اللي احنا بنتكلم عنه المرة دي. الكتابة يعتبر موتت الفيلم شوية، لان انا كواحد بتفرج انا توقعت سيناريو الفيلم من اول نص ساعة، وتوقعت النهاية وكنت متأكد ان ده هيحصل، وكان نفسي تحصل مفاجأة والنهاية ما تبقاش هي اللي في بالي، ولكن برضه حصل اللي في بالي. خاصة النهاية او اخر ربع ساعة من الفيلم تحسها كروتت كده وجت بسرعة، اللي هو احنا مش هنحط حشو ومط ومش هنحط تفاصيل برضه، هو احنا هنجري عشان ورانا حاجة، هي بقى الحاجة دي الله اعلم. وده برضه عشان اتكلمنا في نقطة ان المونتاج مشاهد بتيجي من هنا بنلاقي بعديها نفس الشخص ده او نفس الشيء دوت بقى في حتة تانية، في حاجة تانية، في ظروف تانية، الله اعلم. هي حاجات بتحصل وفي المشهد اللي بعديها بنلاقي حاجات متتالية حصلت مع الحاجات دي في نفس الوقت، من غير حتى ما يقول لنا بعد مدة معينة، من غير ما يعمل فاصل، من غير ما يعمل اي حاجة. طب الحاجات دي حصلت ازاي وامتى وفين؟ ماليش دعوة، اتفرج وانت ساكت. فدي حاجة وحشة جدا 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 بصراحة. انا طبعا انا مش قادر اتكلم عشان ما احرقش عليكم الفيلم. الفيلم حلو بصراحة وهتنبسطوا بيه جدا، بس دي من الحاجات السلبية جدا في الفيلم اللي انا كان نفسي تتقدم بشكل احسن من كده. يعني ملهاش لازمة النهاية اللي انتوا بتعملوها دي بصراحة يعني.
نهايه اتكروتت واتحفظت كتير جدا. فانا مش شايف ان احمد العوضي عليه لوم او الاخراج عليه لوم قد ما الكتابه هي اللي عليها اللوم الكبير، لان برضو الكتابه عامل من العوامل المؤثره جدا في فيلم زي ده. وهنسند عليها برضو في النقطه التانية وهي نقطه المونتاج. في تقطيعات في الفيلم انا قاعد انا واخد بالي منها، مش عارف عشان انا مثلا شغال في المجال ده، في كذا حد كلمني وقال لي الملحوظه دي، التقطيعات غريبه جدا وفي نفس الوقت يعني مربوطه برضو بالكتابه وبرضو مرتبطه بموضوع المونتاج، في ان انت برضو محتاج ان الفيلم فيه كلام بالانجليزي، فالكلام ده محتاج يترجم. اي نعم الكلام سهل وبسيط جدا ويتفهم وعادي يعني، مش الكلام اللي هو المعقد، لكن انت بتعرض الفيلم في مصر او بتعرض الفيلم لكل الفئات، حتى للناس اللي اللغه عندها مش احسن حاجه. فطبيعي ان اي فيلم جدا بيترجم فيه لو اي كلمه غير عربيه بيترجم، زي فيلم كيرة والجن او فيلم حرب كرموز، شفنا ده في اي فيلم مصري بيتكلموا فيه اجنبي. في النهايه يا صديقي الفيلم على المستوى الشخصي اديله تقييم 5/10، والخمسة ديت بصراحه عشان حاجتين اتنين. اول حاجه عشان انا بحب احمد العوضي، والفيلم بصراحه يحسب له ان هو اضاف لون جديد وشكل جديد للسينما المصريه، واتمنى ان هو يستمر في النوع ده، وان هو يطور من نفسه في MMA ويكمل في الطريق دوت. الطريق ده حلو جدا، وانا كواحد من الناس انا بحب اشوف المشاهد دي جدا. يعني مشاهد القتال بالنسبه لي ديت احسن 100 مره من مشاهد ضرب النار والاسلحه والحاجات اللي احنا اتعودنا عليها دي. تاني حاجه عجبتني وهي الاخراج او الكادرات اللي اتاخدت بتاعه التصوير اللي اتكلمنا فيها خالص في اول الحلقه. ودي كانت حلقتنا، وما تنساش يا صديقي تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولما تدخل الفيلم اكتب لي رايك في الكومنتات تحت. سلام.